Are you ready لفلوج الجمعة؟ يلا بينا. مستعدين تشوفوا المكان الجديد اللي انا ناوية اجربه في فلوج الجمعة النهاردة؟ يلا بينا. ready steady go. يب رينكرز من اكتر الاماكن الناس رشحتها لي جدا. يلا بينا نجربه. يلا بينا. قوية بصوا يا جماعه، المدرسه تبقى حلوه. انا بقول لكم النصره دي انا عارفاها. النصره دي او يعني تقدروا تقولوا انا لا بص احنا ما بنستناش، احنا كنا بنخلصها يعني الحمد لله. ربنا كان بيجبرنا معانا مش فيها اسامي، بس المنظر ده بس انا عارفاه. انا لو وريت صوت الاسامي بتاعت المدرسه بتعمل كده. لا ماما حطهاش كده. لا والله بتفضلي اسفه قالي على حد ما تحرجوهاش. طب اشربوا ولا تقعدوا معايا؟ زي ما انتم شايفين يا جماعه، ده كان كافيه او مكان جديد قررت اجرب فيه الشحباتشينو على رأي السويسي. بس بجد الشحباتشينو عندهم كان جامد جدا، اقسم بالله. كانت الكواليتي بتاعته قريبه من اللي هم ما يسموش اللي بتاعهم كان ستاربكس والكلام ده كله. لا لا لا، الشحباتشينو عندهم خطير 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 خطير. لا جامد، عجبني قوي وتجربه كررها كتير. محل رينكرز جامد جدا حقيقي، عجبني. احنا داخلين بالنهار خرجنا بالليل. رينكرز عنوانه جنب نقابة المحاميين بالظبط، يعني هو لازق في نقابة المحاميين من الظهر. اوكي. الكابتشينو بتاعه هو ما عندوش نسكافيه، هو عنده كابتشينو. الكابتشينو طبعا مقاسات ميديوم سمول لارج تعرف كده. الكابتشينو عنده ميديوم سمول ولارج. انا طلبت الميديوم. هو غالي بس حقيقي يعني. انا كنت بشرب الكابتشينو ده اكني بشرب بالظبط قريب جدا جدا يعني كوستا. حقيقي النسكافيه كان، انا اول ما اخدت اول بدوق كده اول مره كوستا بالظبط. كوستا يعني هو سعر الكوستا اصلا، يعني النسكافيه او الكابتشينو عنده كوستا الميديم طعم الكوستا بالظبط. لا جامد جدا. المره الجايه ان شاء الله هجرب عندهم الفرابتشينو. هم قالوا لي عندهمش فرابتشينو اسمه ايس لاتيه، بس بيعملوه بطريقه كده زي الفرابتشينو بالظبط، فهنجربه المره الجايه. بس حقيقي عجبني جدا جدا. الكواليتي بتاعتهم قريبه جدا من كوستا. لا هي مش قريبه من ستاربكس، هي قريبه لكوستا. فعجبوني جدا جدا لان انا بحب كوستا، لان الكوفي في كوستا او نسبه النسكافيه اللي بيستخدمه كوستا بيبقى فيه نسبه كافيين عاليه شويه، فده بيعجبني جدا. فلا يا جماعه جربوه ومش هتندموا ان شاء الله. وعندهم كمان فطار وعندهم حلويات، هم زي كوستا بالظبط، يعني عندهم المنيو بتاع كوستا بالظبط. هو مكان محندق كده، مكان محندق جدا بس حقيقي جامد جدا. وحسيت ان انا فعلا اكني في كوستا اللي في القاهره او اي فرع من فروع كوستا. كمان ممكن تجيب اللابتوب بتاعك وتقعد، ممكن تجيب اللابتوب بتاعك وتقعد تشتغل من عندهم. وكمان ممكن تجيب لو عايز تجيب كتاب. يعني بص، ده اعتبروه كوستا بس في بورسعيد، بس بدل ما اسمه كوستا اسمه رينكرز بس. فعجبني جدا جدا جدا. كابتشينو عندهم وما عندهمش نسكافيه، وعندهم الكابتشينو جامد جدا عالمي. انا ما دقتش في بورسعيد الكواليتي بتاع، جربتش حد بيعمل نسكافيه قريب من الليفل بتاع كوستا الا رينكرز. فشابوه. المهم الاستمراريه، وتستمروا على نفس الليفل وتعلوا كمان لحد لما ان شاء الله ربنا يكرمكم وتعدوا كوستا كمان. بجد جامد جدا. انا مبسوطه، انا كيفت. فده
المره الجايه بقى نجرب حاجه جديده واديكم الريفيو بتاعها ان شاء الله. وانتوا لو جربتوا اي حاجه تانية من عند درينكرز وانا ما اعرفهاش قولوا لي برده ترشيحاتكم في الكومنتس ونروح نجربها على طول، سواء اكل او حلويات او مشروبات اي حاجه. بس يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ده انتوا تعملوا فولو ولايك واكسبلور كتير. يلا بينا، باي باي. خلاص خلصنا قعدتنا في درينكرز، يلا بقى بينا نشوف هنكمل بقية فلوج الجمعة فين. هنروح فين يا ترى؟ هنروح فين يا اوني؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي حالا. يلا بينا يلا بينا يلا نقول باي باي درينكرز، نجربك مرة تانية ان شاء الله وحاجة جديدة. خلاص احنا جربنا الكابتشينو وعرفنا ان هو جامد جدا وزي بتاع كوستا. طيب هنجرب ايه المرة الجاية؟ قولوا لي ترشيحاتكم في الكومنت. المهم دلوقتي يلا بينا نكمل فلوج الجمعة ونشوف هنروح فين. يعني مش مع الرينكرز بس يعني. يلا بينا. عايزه اقول لكم الجو بدأ يسقع خلاص، مع ان الساعه بقت 6 الجو بدأ يسقع، فهنشوف هنروح فين وبعد كده هنروح. يلا بينا هنشوف واجهتنا الاخيره قبل ما نرجع الى البيت، عشان عندنا لايف النهارده الساعه 10 باذن الله على التيك توك. بصوا يا جماعه هوريكم المول بقى اللي هو اغلبه براندات، كله براندات. هو جنب الجراج بالظبط وعلى شارع ضاحي البحر. تعالوا نوريهولكم. بصوا دي البراندات اللي فيه. ده مول اسمه مول البراندات، عنده كل اغلب البراندات. بيكسي هو ده جنب الجراج بالظبط. بصوا ادي الجراج اهو قدامه المول اهو. جينيال. ده في رحلات نازله قدام المول. ادي المول اهو. تعالوا اوريكم البوابه بتاعته. دي البوابه بتاعته كده اهو. في بقى بتخشي بقى تشوفي بقى كل البراندز دي. اب 21 يلا كتير. بيكسي. بصوا هتطلعوا مخلصوا جولتكم على المول هتطلعوا على الجراج. الجراج اهو. دي ليسبس باي، ده الجراج اهو. بصوا مول البراندات اهو، وقدامه بالظبط اهو. مش هنخش بصراحه، انتوا طبعا هتخشوا تعملوا الشوبينج اللي حضراتكم عايزينه اوكي. وقدامه بقى احب الاماكن الى قلبي في بورسعيد الا وهو الجراج. طبعا الجراج حبيبي. بص احنا بنعدي بقى ايه العربيات والدنيا زحمه عشان النهارده الجمعه. بصوا ادي هو الجراج. طبعا اول مره بقى ايه اجي اصور لكم من الحته دي. بصوا ها هو الجراج قدامه مول البراندات اهو. وكده كله. وادي يلا نخش بوابه الجراج. مرحبا بكم في بورسعيد. ممكن يلا بينا نخش الجراج. يلا نخش الجراج يلا بينا. ها هي البوابة بتاعت الجراج. دي اللي سبت بايه. طبعا الجراج لا غنى عنه. طبعا ما ينفعش ننزل يوم الجمعة وما نجيش الجراج، فانا جيت الجراج. فطبعا انا صورت لكم كتير في الجراج فمش هصور بقى كفايه. في النهارده بما ان النهارده الجمعة واحنا داخلين في سيزون الشتا ففي اوبن ديت في الجراج. يا رب بالتوفيق يا رب لكل التجار، ربنا يرزقكم ويكرمكم باذن الله.
عايزه اقول لكم الجراج زحمه جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلوا. انا ما اقدرش النهارده او في الوقت ده ان انا اطلب اي اكل، لان انا ما اتغديتش، فكنت قلت هاكل من الجراج اي حاجه. فكل بارتيشن بسم الله ما شاء الله ربنا يرزقهم يا رب يوسع عليهم، كل بارتيشن مليان جدا وزحمه جدا. فانا قررت يعني مش هقف ولا استنى ولا اي حاجه خالص. دي البوابه التانية بقى بتاعت الجراج اللي هي مش منوره، دي البوابه التانية. احنا لفينا يعتبر الجراج كله. احنا جينا مشي وهنرجع راكبين، يعني ما اقدرش اعمل يعني مش مرتين ذهابا وايابا، لا صعب. يلا بقى بينا، باي باي.